السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في قناة ابن النعمان. أهلا ومرحبا بحضراتكم. ألف مليون مبروك للنادي الأهلي. النادي الأهلي عمل ملحمة تاريخية في مباراة النهاردة، فاز بثلاثية نظيفة على ميزامبي الكونغولي وتأهل بنتيجة المباراة اللي كان اتعادل في مباراة الذهاب 0-0 على في الكاميرون في الكونغو، أنا آسف. والنهاردة عمل ملحمة تاريخية وفاز، انا فرحان جدا باكرم توفيق الرجوله واللاعب اللي احرز هدف وانقذ هدف. يعني اكرم توفيق النهارده عمل مباراه جميله جدا، ورغم ان الشوط الاول واحمد عبد القادر طبعا مش عايز انساه، عمل النهارده يعني مباراه العمر زي ما بيقولوا. ولعيبه الاهلي والحماس والرغبه في المكسب والبطوله يتاهل النهارده لمقابله الترجي التونسي في نهائي دوري ابطال افريقيا. النادي الاهلي لعب مباراه حلوه جدا جميله جدا. آه، مازامبي ضيع وقت كتير جدا جدا، احرز هدف ولكن رجع الحكم للفار والفار الغى الهدف ليه بداعي لمسه اليد، وهي فعلا جت في ايد لاعب مازامبي. والنهارده كان يعني اكتر، انا قلت في الفيديو اللي فات ان 50,000 متفرج، ولكن بالعكس النهارده انا عايز اقول لكم 70 80 الف متفرج اقل شيء. النهارده كانوا مزلزلين استاد القاهره الدولي. نادي الاهلي النهارده يعني اخذ بطاقه الصعود النهارده. يعني عمل مباراه ولا اروع ولا اجمل من كده. مفيش احسن من هذه المباراه اللي عملها النادي الاهلي، رغم ان هي يعني انا قلت في الفيديوهات اللي قبل كده، قلت الفرق او البطولات الافريقيه والفرق الافريقيه لازم تحرز هدف عشان الماتش يبدا، تعرف تلعب لعبك العادي. النهارده النادي الاهلي لعب كورته العاديه الجميله بعد ما استطاع باحراز هدف، يعني ولا اروع من كده، وعزز بهدف تاني وعزز بهدف ثالث. ألف مليون مبروك للنادي الأهلي. طبعا فرحة في مصر كلها وبخاصة الجماهير الأهلوية. أنا وابن عمي على الغريب زي ما بيقولوا، إن كنت أنا زملكاوي أو أهلاوي لازم أشجع الأندية المصرية، لأن دي بطولة في الأول وفي الآخر، مش في دوري مثلا في الدوري المصري فأنا هزعل إن الأهلي فاز أو كلام من ده. لا بالعكس، كل ده راجع للكرة المصرية في الأول وفي الآخر. يعني النهارده كولر والسويسري عمل، يعني ارى فريق ميزامبي كويس جدا، وارى الخطوره بتاعتهم، واستطاع فعلا باحراز هدف. والنادي الاهلي احرز هدف بواسطه محمد عبد المنعم، واحرز الثاني باللاعب الفلسطيني الجميل اللي هو فعلا فيه يمتاز بامكانيات المهاجم في كل مقومات المهاجم. وانا قلت في الفيديو اللي فات ان هو محطه كبيره جدا، بيراوغ كويس، يعني فعلا شايف الجون بطريقه جميله جدا. الف مليون مبروك للنادي الاهلي. وطبعا اكرم توفيق بعد المباراه، وكنت قلقان عليه جدا لما اتصاب في اثناء المباراه ومسك ركبته، لان هو دايما هو لاعب كبير. يعني اللاعب ده سبحان الله فعلا طلع كوره من على خط المرمى، ولا كان اي حد هيعمل لها حاجه، ولا مصطفى شبير ولا غير مصطفى شبير، كانت الكره راحه في الجون ما فيهاش كلام. ولكن استطاع اكرم توفيق بتوفيق من ربنا وبمجهود اكرم الكبير جدا، اكتر لاعب جرى، وانا اتمنى ان هم يختاروه احسن لاعب في المباراه النهارده. النادي الاهلي تفوق بدنيا، حتى اللعيبه فريش، تركيز عالي جدا، الرغبه في احراز اهداف. توتر من مارسيل كولر في الشوط الاول كبير جدا بسبب ضغط الوقت. يعني فعلا يعني الهدف، يعني حارس مرمى ميزامبي اللي هو طوله اصلا 2 متر و1 سنتي، طويل جدا، والنادي الاهلي ساعده لان هو بيلعب كروسات او بيلعب عرضيات من على الاطراف، وفي نفس المكان اللي فيها الحارس 2 متر، ما بالك بقى 2 متر ضيف ليهم طول الدراعين، يعني هيكون عملاق، مش هتعرف تجيب اي كرة عالية
خاصة لو هي في حيز أو في مكان الحارس، لأنه طويل جدا. ده أمر طبيعي، ولكن كان هناك إضاعة وقت كبيرة جدا. الحكم احتسب 7 دقائق في الشوط الأول، المباراة الأول، لأن فعلا ونتيجة وكان في التحامات قوية جدا على لعيبة النادي الأهلي. يمكن النهارده الحمد لله عدم الاصابات وخروج اللعيبه. صحيح كان في مجموعه من الانذارات، والنادي الاهلي حب بعد الهدف الثاني ان في اخر 10 دقائق او اخر ربع ساعه ان هو يعني يرد للذنب كده بلغه الكوره اللي عملوه فيهم بالنسبه لاضاعه الوقت. وانا براحتي بقى، انا فايز ومش عارف ايه، ولكن ربنا وفق اكرم توفيق بهدف ثالث قتل المباراه خالص على العموم، لان ده كان مجهود ومجهود كبير جدا 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 جدا. نتمنى طبعا الفوز و في المباراة النهائية والتتويج ببطولة دوري أبطال إفريقيا. النادي الأهلي النهاردة كان نادي فعلا حماس، لاعيبة رجالة، كل واحد أدى دوره. محمد عبد المنعم مفيش فزلكة، مفيش طبعا إمام عاشور رغم عودته من الإصابة ولكن ظهر بشكل كويس، لأن هو أحسن لاعب برضه في الدوري المصري، محدش هيختلف على الكلام دوت في الفترة دي، أو أحلى خط وسط يعني. تمام. ونزعته الهجومية وتمريراته السحرية، وعمل مباراة جميلة جدا. علي معلول النهاردة كان ليه شكل مختلف جدا، ويعني خبرات النادي الأهلي في المباراة استطاعت ان هو، ورغم السيطرة على معظم المباراة وعدى مثلا اكتر، يعني عايز اقول لحضرتك ان كان في اوقات ان الاهلي استحوذ على 70 75% من مجريات الامور في المباراه، واستطاع فعلا احراز 3 اهداف نظيفه. وحافظ مصطفى شوبير اللي مستوياته ثابته في المباريات الاخيره على الشباك نظيفه. ويعني نتمنى المستوى ده، وكنا متوقعين ان محمد الشناوي يكون على القائمه وعلى دكه البدلاء، ولكن استبعدوا لعدم برضو اكتماله من الاصابه بشكل كامل. حسين الشحات الراجل خاف يدفع فيه، خاصه ان الامور بعد كده الدنيا ظبطت مع الفريق، واحرز هدف واثنين وثلاثه، حافظ على الجماعه المصابين. النهارده محمود متولي برضو توقعت في الفيديو السابق ان يكون له دور، وكان له دور كويس وفعلا. وكوكا والمجموعه كلها، انا مش عايز انسى حد من لاعيبه النادي الاهلي بيلعب بتوازن كبير جدا دفاعيا وهجوميا. خط الوسط كان ليه كلمه برضو في المباراه. يعني استطاع النادي الاهلي بيفوز بثلاثيه نظيفه، والف مليون مبروك. والاهلي صعد وهيقابل الترجي التونسي في المباراه النهائيه، اللي استطاع الترجي الفوز ايضا بنتيجه 1-0 في مباراه الاياب. هو فاز 1-0 في الذهاب والاياب. هذه ان شاء الله باذن الله تكون البطوله للنادي الاهلي، ويعمل مباراه ولا اروع ولا اجمل من اللي احنا شفناها النهارده. هي دي اللعيبه، وكل الامنيات والتماني لنادي الزمالك ان شاء الله يوم الاحد اللي هيلعب في غانا، بان شاء الله بعودته ببطاقه التاهل في البطوله الكونفدراليه، ويكون شرف كبير النادي الاهلي والنادي الزمالك يعني النادي الاهلي يحرز بطوله دوري الابطال افريقيا والكونفدراليه لنادي الزمالك. نتمنى للانديه المصريه طبعا كل التوفيق باذن الله في القادم. عامه النهائي عربي، الترجي التونسي والاهلي، وان شاء الله باذن الله يكون في فيديو كامل لما يعني التحليل الفني للمباراه. وان عجبك الفيديو اشترك في القناه وتابع ابن النعمان، سيصلك كل جديد على اخبار الكوره في مصر وفي افريقيا والعالم. والسلام قبل الختام.